باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. قضى 56 سنة في الرهبنة. 56 سنة في الرهبنة. اترهبن سنة 45. وقضى 55 سنة في الكهنوت، لأنه اترسم قسيس سنة 46. وقضى 32 سنة كأسقف، لأنه رسم أسقفا سنة 69. حياته كرسها لله منذ شبابه المبكر. يعني الشخص اللي قضى 56 سنة في الرهبنة طبيعي أنه دخل الرهبنة وهو شاب. قضى حياته في حياة النسك وفي الهدوء، وتقدم في الرهبنة حتى صار رئيسا لدير القديس الأنبا أنطونيوس في البرية الشرقية، وكان اسمه أبونا القمص متى الأنطوني. عرفته وهو قمص، وعرفته وهو أسقف، وعرفته حينما رسمته مطرانا لهذه الإبارشية. وكنت أعرف عنه أنه إنسان جاد جدا، جاد وشغال ونشيط ويعمل في هدوء. كان خادما لهذه المنطقة بكل ما عنده من قوة ومن أمانة. وأنا زرت المنصورة منذ زمن طويل، وعظت فيها وأنا علماني قبل أن أترهب، ووعظت فيها مرارا عديدة في أيام المتنيح الأنبا تيموثاوس مطران الدقهلية، وأيضا في أيام الأنبا فيلبس. شعب طيب محب، كان يستحق هذا الأسقف الطيب الجاد المحب. نحن ندرك جميعا كما يقول الكتاب عن الذين يموتون إنهم يموتون وأعمالهم تتبعهم. كل إنسان أعماله تتبعه، إن خيرا وإن شرا، ولا يستطيع أن يتخلص من الأعمال التي تتبعه. ونشكر الله أن نيافة الأنبا فيلبس عمل أعمالا طيبة كثيرة ستتبعه في طريقه إلى مقره السماوي. أعزيكم جميعا في نياحته، وأطلب بركة لهذا الإقليم، وأشكر أخوتنا الذين حضروا للاشتراك معنا في هذا اليوم. وأما نيافة الأنبا فيلبس فأقول له: امضي واسترح في حضن الآباء، الله يعيننا كما